في خبر عاجل: العثور على جثة أنثى في حالة متقدمة من التعفن ومقطعة إلى أطراف في غابة جبل الوحش بقسنطينة، ويقال بأنها تعود إلى المفقودة مروى بوجاجيش، ويبقى التأكيد بADN. ووفقا للمعلومات الرسمية مؤكدة من مصادر أمنية بولاية قسنطينة، في منطقة جبل الوحش لم يتم العثور على جثة المختفية مروى بوجاجيش. ما عُثر عليه هو جمجمة بشرية قديمة تعود لفترة العشرية السوداء أو لما قبلها في انتظار التحاليل اللازمة، ولم يتم العثور على أطراف مقطعة ولا توجد أي حالة تعفن لجثة كما روجت بعض الصفحات. هذه المعلومات غير صحيحة تماما وتزيد من معاناة العائلة التي لا زالت متمسكة بخيط أمل في إيجاد ابنتها. الصفحات والحسابات التي تروج لهذه الإشاعات المخلوطة وتتناقش في بث أخبار كاذبة تتحمل مسؤولية التشويش على عمل مصالح الأمن وإيذاء مشاعر الناس. أخبار الموت والاختفاء ليست مادة للسبق الصحفي ولا ورقة لتجميع التفاعل. توقفوا عن المتاجرة بآلام العائلات واتركوا الجهات المختصة تعمل في هدوء. نسأل الله أن يعيد مروى إلى أهلها سالمة غانمة، وأن يلهم عائلتها الصبر والثبات. شاركوا هذه المعلومات لمحاربة الشائعات.